السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد من برنامجنا من هنا نبدأ. الحلقات السابقة لها علاقة بهذا الموضوع، يمكن احنا عندنا الآن هذه الحلقة الثالثة وكلها مرتبطة ببعضها البعض، مرتبطة من حيث المضمون ومن حيث المعنى ومن حيث التوجيه ومن حيث الفائدة، بحيث أنه أحيانا تكون في حلقات لها علاقة وثيقة بموضوع واحد، يعني كون نحن نجعلها متسلسلة يساعد على الفهم ويساعد على أنه يكون في الفائدة والملخص يكون بشكل مفيد. يعني تكملة لموضوع اختيار التخصص، نأتي لبعض الأشياء اللي نحن يعني يمكن نحن نتعامل بها مع أبنائنا وتكون هي السبب في عدم خلق علاقة طيبة بيننا وبين أبنائنا. فتكون واحدة من هذه الأشياء واللي هي تعتبر يمكن من الأشياء الأهم جدا إنك أنت ما تخسر ابنك. يعني نحذر إن إحنا نخسر أبنائنا، وهي حقيقة لو خسرنا أبنائنا من خلال ارتكاب بعض السلوكيات أحيانا يؤدي إلى سلوكيات نحن بقدر الطرف ممكن تؤدي إلى أشياء أكبر من ذلك. كما يقال إذا أردت أن تفهم ابنك لابد أن تكون منصت جيد، إذا أردت أن يستمع إليك طفلك لابد أن تكون أنت منصت لهذا الابن. يعني والإنصات اللي هو واحدة من أهم المهارات يعني الحياتية اللي نحن نحتاج إليها. يعني لماذا نحتاج للإنصات؟ أنا إذا ما استمعت أو أنصت لبنتي أو لابني ممكن ابني يكون عنده مشاكل كثيرة جدا ويكون هو يواجه صعوبات، لكن بما أنه أنا ما عندي الوقت وما عندي الاستعداد أصلا حتى أستمع إلى ابني، وبالتالي حكون أنا غير موجودة في حياته، ويضطر الابن أحيانا يضطر يستعين بالآخرين ويلجأ إلى الآخرين، فتكون هي عملية مركبة أو تؤدي إلى نتائج وعواقب وخيمة. وهذه بدأت من فين؟ يعني بدأت من إن أنا ما استمعت، ما كنت حاضرة، أنا غير موجودة في حياته، أنا ما عندي وقت حتى استمع إليه. هذه جملة الأشياء اللي تؤدي من ضمنها تؤدي إلى حتى يتأثر في المستوى الأكاديمي، على مستواه الشخصي، في التزامه، في علاقاته، في أشياء كثيرة. في موضوع حتى نحن ذكرنا موضوع التخصص اللي هي اختيار المجال واللي هو التحصيل الدراسي. إذا كنت أنا لما أكون مستمعة جيدة أجلس مع ابني، أخذ يعني في الوقت، أكون منصتة، أجلس وأعطيه مجال في الحوار الفعال، لأنه واحدة من أهم أدوات الحوار الفعال. فإذا لم أنا يعني أنهج هذا النهج أكيد حيكون عندي انعكاساتها، يعني انعكاساتها على جميع المستويات. طيب يعني هنالك خطوات حتى يكون إنصاتنا بشكل فاعل. أولا يعني الارتباط، التواصل البصري، يعني تكون أنا أحيانا يمكن يحصل معانا إحنا خاصة الأمهات، تجد إن ابنك يعني يقول لك يا ماما عايز يكلمك في مشكلة، أنا عملت اليوم كذا، يعني تجد إن نحن يعني نلتفت يمين ويسار، وأحيانا حتى ما نعطي التركيز أو ما أكون أنا حاضرة وجدانيا جسديا، ما أكون حاضرة مع ابني. فهذا التواصل جزء أساسي في عملية الإنصات، في عملية التواصل الفعال. أنا يكون في تواصل بصري ويكون أنا أجلس يعني وجه لوجه لابني. لماذا؟ هذا التواصل البصري واللي هو التواصل اللي يكون مباشر مع ابني يعطيه نوع من اللي هي احترامه، أنا قدرته واحترمته، ويكون له أثر طيب على نفسية الابن نفسه. فتقديرنا أنا حتى نحن الكبار الآن، أنت تتحدث مع أي واحد مننا، يمكن الأخوة اللي يشاهدونا والأخوات، إذا كان أختك في البيت أو أخوك أو أي حد من أفراد الأسرة، إذا أنت تحدثي وهو يعني في اتجاه آخر، أكيد يعني حتحسي بعدم الاحترام والتقدير والإهمال يعني.
وبنفس المستوى نحن الطفل كذلك يحتاج هذا التواصل البصري والاهتمام. نحاول أن يكون بيني وبينه اتصال جسدي، خاصة مع الأطفال كالملاطفة والملامسة. يعني تجد أن الطفل أنا أكون جالسة تكون في بيناتنا ملاطفة، أنا ابني أجلس بنتي، تكون هذا التواصل الجسدي بيعطي نوع من الراحة، بيعطي نوع من الإحساس بالأمان. يعني بيعطي إحساس بالأمان إنه أوكي أنت ممكن تتكلم، أنا مستمعة إليك يا ابني، أنا حاضرة موجودة معك، أنا كلي يعني أذن ساقية لما تقوله. نقطة أخرى اللي هي من الأشياء الخطوات الإنصات اللي هو الفعال، اللي أنا أكرر أنت قلت لي أنت مثلا اليوم كنت في المدرسة، صديقك مثلا إبراهيم عمل إيش، وبعدين خرجت إلى الملعب، حدث يعني ماذا حدث في الملعب، وأنا أكرر هذه الكلمات. يعني بشعر أنا حاضرة، أنا معناها مستمع، أنا حاضرة في كل قصة هو يرويها. يعني أعبر له عن يعني وأنا أثناء الحديث لابد أن أظهر له ملامح الاطمئنان للحديث، وأشعره أنا وأنا مبتسمة أتفهم وضعه، وأكرر له باختصار بعد الكلمات، واللي هي دون أن أكون أنا في موقع الحكم أو القاضي. يعني الإنصات الفعال أو التواصل الفعال ما يكون دورنا نحن دور الشرطي أو يعني وكالة النيابة أو المحكمة. إحنا دورنا نحن نستمع حتى يكون في اللي هي مجال إنه الابن ممكن يستمع لي ويسمع لي نصيحتي. إذا كنت أنا فعلا أشعرت بالأمان، حتى أتذكر في المدارس لو دخلنا نحن بنوع من الهجوم ويكون في عنف أو التوبيخ والكلمات والعتاب وكذا، الطالب أحيانا يكذب، أو الطالب يعني ممكن ما يقول يعني يخبي الواقع الحقيقي. يعني فكون أن شعوري بالأمان حيشعر بالأريحية ويتحدث، وهو يعني يشعر أنه ممكن يعني الوالدين أو المدرس أو أي شخص الكبير اللي يتعامل معه واللي يتحدث معه يعني ممكن هو يكون داعم له مساعد له. دائما نطرح عليه الأسئلة إنك بالفعل يعني ماذا حدث، يعني وبعدين يعني مثلا عملت إيش، يعني كيف حليت المشكلة، ما هي الدروس اللي تعلمتها، كيف كان الموقف. يعني هذا الأسلوب، هذا الحوار وتبادل الحديث بيشعر الطفل ممكن يخرج المزيد من الأشياء. لأنه عدم التواصل حقيقة أنا أعرف كثير من القصص المحزنة إنه يعني خاصة يعني بشكل خاص للبنات، يعني اضطرت البنات تلجأ للآخرين وأدى إلى سلوكيات يعني ممكن ربما بالمجهود القليل أو بالاهتمام البسيط من الوالدين كان ممكن البنت ما كانت يعني تنجرف أو تسلك هذا المسلك. فهذه هي الطريقة الفاعلة في إن إحنا كيف نتعامل في أبناء، كيف نستمع إليهم. إذا استمعنا حنشاركهم أحزانهم ونكون داعمين لهم في كل شيء، نكون نحن يعني أقرب الناس بالنسبة لأبنائنا. الفوائد الإيجابية بالنسبة للإنصات أول حاجة هي تلبي الاحتياجات العاطفية والجسدية للطفل، ويتعلم منها الطفل هو مهارة الإنصات وحسن الاستماع، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الحوار. يعني أنا أستطيع أن بطريقة غير مباشرة نميت في ابني كثير من المهارات، أنه يكون محاور جيد، يناقش الآخرين، عنده التواصل الفعال، عنده الذكاء الاجتماعي، يكون منصت جيد. وهذه هي المهارات اللي نحن نحتاج لها في حياتنا. إذا لم أستمع للآخر، إذا لم أحاور الآخر بطريقة إيجابية، أستمع إليه ثم بعد ذلك أنا أرد على كلماته، هذه الأشياء حقيقة تنمي المهارات الحياتية، ومن ضمنها مهارة الحوار الفعال، وتؤدي إلى التبادل والتفاعل الاجتماعي. يعني كثير من الأطفال يحصل مشاكل أو الأبناء في المدارس وحتى مع الجيران نتيجة لعدم التواصل الفعال. فيبدأ نحن بطريقة غير مباشرة أحيانا نخرج أبناء يعانوا من هذه الإعاقات الاجتماعية، وتؤدي حقيقة إلى مشاكل حتى ما يكون في توافق مع البيئة، لأنه أساس الصحة النفسية هو التوافق.
فإذا كان الابن عنده مشاكل في التواصل أكيد حتحصل مشاكل، وكل مرة يقول فلان عم فعل لي وفلان ما يحبني والأستاذة فعلت. فهذه الأشياء كلها تتعلق بهذه المهارة. يعني من ضمن الأشياء اللي إيجابيات هذا التواصل أو الإنصات الفعال يؤدي إلى يعني تقليل كثير من حالة التوتر اللي تحصل بين الطفل والوالدين. لما أنا أكون مستمعة أكون هادئة، يعني حتى حيقل هذا القلق والتوتر والغضب، فيكون في نوع من الجو هادئ وفي سكينة، في نوع من يعني حققت الاطمئنان في داخل بيئة البيت والأسرة وخلال بيني وبين ابني. وهذا بيؤدي إلى العلاقة الطيبة بين الطفل ووالدينه، وتكون هي واحدة من أهم المهارات اللي إحنا نحتاج لها كمربين. يعني لأن طريقة تربية الأطفال هي تعتبر من العبادات العظيمة جدا، وتستمر مع الإنسان إلى يعني هي طويلة المدى، يعني اللي هي فوائدها طويلة المدى والعمل فيها طويل المدى، ونتائجها بتكون كذلك يعني لها أثر طيب، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، اللي هي صدقة الجارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فحتى يكون أبنائنا حقيقة نحن نساهم في صلاح أبنائنا، ونساهم في أنه يدعو لنا هذه الذرية الطيبة اللي هي الأجر يكون مستمر، نتيجة من خلال أن احنا طريقة تربيتنا، طريقة إرشادنا، طريقة تعاملنا مع أبنائنا. فنحن لابد أن نعاملهم كما نريد أن يعاملون الآخرين. فإذا أنا قدرت ابني، أعطيته الثقة، أعطيته احترامه لذاته، أكون أنا مقدرة له، أكيد هو حيكون بالمقابل الابن تربى في هذه البيئة الإيجابية، ويكون هو كذلك حيكون ابن يعني بار، وابن يعني فاعل، وهكذا. يعني فالمسألة كلها تتوقف على أسلوبنا، نحن أسلوبنا التربوي، كيف نعامل أبنائنا ونعاملهم كما نريد أن يعاملنا الجميع. يعني فما ممكن أنا أحترم الآخرين، من باب الأولى الأقربون أولى بالمعروف. ونجد هذه من الأخطاء للأسف، نجد كثير من أولياء الأمور يعني يمكن يقع في هذا الخطأ. تجد أنه الأب والأم مثلا يتعامل مع الآخرين أو أطفال الجيران أو بعض الأسر اللي هي يتعامل مع أبنائهم بلطف واحترام وتقدير، لكن مع أبنائنا نكون العكس. والمفروض هم خيركم وخيركم لأهلي، المفروض أن احنا نكون الخيرة تكون في أن احنا نعطي الشيء الجميل الأولى به أبنائنا، ونسأل الله أن يعيننا على تربيتهم وأن يوفق أبنائنا جميعا. وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، إن شاء الله نلقاكم في موضوع آخر وحلقة جديدة، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.